فيلمنا بيبدأ في صحراء أفريقيا بدكتور اسمه أندرو وهو قاعد في خيمته، وبيظهر على أندرو إن هو محبط جدا لأنه هو كان بيحاول ينقذ شخص من الموت ولكنه فشل، وبنعرف إن الشخص ده اتعرض لهجوم من الأسود. وفجأة بيجي مساعد أندرو بيبلغه إن هو لازم يهرب بسرعة، وده لأن في مجموعة متطرفة عرفت بمكانه أو ممكن يقتلوهم لأنهم مش حابين وجودهم في قريتهم. فبيركب أندرو عربيته وبيروح لمراته سو، وبتكون مراته مع مجموعة من الأطفال وبتديهم دروس تعليمية في الدين المسيحي. وبيقول أندرو لسو إن هما لازم يمشوا بسرعة، ولكن بيظهر إن سو مش عايزة تمشي من القرية. فأندرو بيقول لها إن هما مفيش قدامهم حل تاني وإلا ممكن يموتوا، فبتضطر سو إن هي توافق وبتركب العربية مع أندرو وبيتحركوا في طريقهم للمطار. وأثناء ما هما في الطريق بتتمنى سو إن هي ترجع للقرية تاني، وده لأن أهلها طيبين جدا ومحتاجين فعلا للمساعدة. فبيعرفوا أندرو إن هما مش هيقدروا يساعدهم تاني، وده لأن الإمكانيات بتاعتهم ضعيفة، ده غير إن الإمدادات مش بتوصل لهم بسبب الحروب الأهلية. وبيظهر الحزن على أندرو وبيقول إن شعوب أفريقيا هما اللي بيدفعوا ثمن الحروب اللي بتحصل بسبب الصراع على الحكم. وفي المطار بيكون تايلور مع صاحبه كريس وصاحبته ماكسي في الخيمة، وبنعرف إن هما بيقوموا برحلة سفاري، وبيجي تاب اللي بيرافقهم طول الرحلة علشان يحميهم وبيبلغهم إن الطيارة وصلت. وبنلاقي إن الطيارة صغيرة في المطار وبتنزل منها الطيارة اللي اسمها جورن، وبيقولوا تايلور وبيعرف إن هما يتحركوا خلال دقايق. وبعدها بيروح جورن يخلص الإجراءات تصريح الطيران من فرد الأمن. في الوقت ده بيوصل أندرو وصول المطار، وبيروح أندرو لجورن بيقول له إن هو عارف إن في مكان ليه هو ومراته على الطيارة، وبيطلب جورن من أندرو مبلغ كبير، لكن أندرو بيوافق لأنه مفيش قدامه وسيلة تانية يمشي بيها من القرية. وبعدها بيركبوا كلهم في الطيارة وبيطير بيهم جورن في طريقه للمدينة. وفجأة الطيارة بتتهز جامد وكلهم بيسألوا جورن عن اللي بيحصل، فبيحاولوا إن هو يطمنهم، لكن بيحصل انفجار في ديل الطيارة وبتقع الطيارة بيهم على الأرض وبتتدمر الطيارة وبتموت كريس وصديقة ماكس، وبيكون باقي الركاب بسلام ما عدا سو واللي بتكون محشورة جوه جسم الطيارة. فبيحاول أندرو وتاب إن هم يخرجوها لكنهم بيفشلوا، فبيعالج أندرو جروح سو وبيقعد جنبها لحد ما بيلاقي طريقة يحررها بيها. وفي الوقت ده بيلاحظ جورن إن هم وقعوا داخل منطقة أدغال خطيرة، وبيقول إن المنطقة دي مليانة بالأسود والضباع، ولكن من حسن حظهم إن في قرية قريبة منهم، وبيفهمهم إن هم لازم يتحركوا بسرعة علشان يوصلوا للقرية قبل ما الليل يدخل عليهم، وساعتها هيكونوا فريسة سهلة للوحوش اللي في المنطقة. فبتطلب سو من أندرو إن هو يسيبها ويروح معاهم، وبيتعرفوا إن هي هتبقى كويسة وإن هي هتستناه لما يرجع لها ومعاه النجدة. لكن أندرو بيرفض يسيبها وبيقعد جنبها، وبيطلب من جورجينا اللي معاه إن هم أول ما يوصلوا للقرية يبعت لهم النجدة بسرعة. فبيفهموه جورجين إن هو أرض الأسود وإن الأسود هتاكلهم، وبيقترح تبع على أندرو إن هو يساعد سو لحد ما يوصلوا للقرية، لكن سو بتشكره على اهتمامه وبتقوله إن هم هيبقوا كويسين ومش هيحصل لها أي حاجة. وبيطلب أندرو منه إن هو يحاول يبعت لهم النجدة قبل ما يدخل عليهم الليل والأسود تهاجمهم. فبيقعدوا تابو إن هو هيعمل كده بسببهم، وبيمشي وهو حزين. وبعدها جورن وتابو وماكس بيبدأوا يتحركوا في اتجاه القرية، وبعد ما بيمشوا مسافة طويلة بيقف ماكس وبيقول لهم إن هم كده ماشيين في الاتجاه الغلط، والمفروض إن هم يمشوا في اتجاه الغرب مش في اتجاه الشرق. ولكن جوران بيقوله ان هو عارف المنطقة دي كويس، وبيطلب منه ان هو يثق فيه ويسمع كلامه. وبعدها بيتكلموا في طريقهم لحد ما بيوصلوا لمنطقة كثبان رملية، وبيكونوا تعبوا جدا وبيقع تيلور على الارض من شدة التعب. فبيديله جوران مية علشان يشرب ويستجمع قوته، وبيعرفوا ان هم فاضل نص ساعة بس ويوصلوا للقرية. فبيشرب تيلور المية وبعدها بيكملوا كلهم في طريقهم وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيخلصوا منطقة الكثبان الرملية. وساعتها جوران بينصدم لما بيلاقي صحراء طويلة قدامه، فبيقول لهم ان هم غلطوا في الطريق ولازم يرجعوا للطيارة عشان يبدأوا من الأول. لكن ماكس بيفقد أعصابه وبيخطف المسدس بتاع جورين وبيصوبه ناحيته وبيكون عاوز يقتله لأن هو ما سمعش كلامه وضيع مجهودهم على الفاضي. فبيطلب منه جورين إن هو يهدي ويعرفوا إن هو الوحيد اللي يقدر يساعدهم، لكن بيصمم ماكس على الرأي وبيكون عاوز يمشي في اتجاه الغرب. وبيكون واضح إن تايلور وتابو مش عاجبهم اللي بيعمله ماكس، فبيقرر إن هو ينفصل عنهم وبيمشي في اتجاه الغرب لوحده. وبيرجع تاب وتايلور مع جورين لمكان حطام الطيارة، وبيكونوا تعبانين جدا ومش قادرين وبيقفوا على رجليهم. وبينصدم جورين لما بيشوف آثار دم في المكان، وبيفهم إن الأسود هجمت على أندرو ومراته سو. فجأة بيظهر أندرو وبيهجم على جورين وبيوقعه على الأرض وبيخنقه، وبيفضل أندرو يصرخ وبيقول إن الأسد أكل مراته وإن جورين هو السبب في موتها. وبيكون أندرو على وشك إن هو يقتل جورين من شدة غضبه، لكن تاب بيمسك مسدس الإشارة وبيضربه من طلقة واحدة وبيبعد أندرو عن جورين. فساعتها جورين بيقوله إن هو
هو استخدم طلقة الإشارة الوحيدة اللي معاه، ولكن تاب بيتجاهل كلامه وبيروح يوصي أندرو ويعزيه في موت مراته، وبيحمل أندرو لنفسه الذنب لأنه ما كانش جنب مراته لما الأسد هجم عليها علشان يدافع عنها. وبيقول لتابو إن هو كان عنده كابينة الطيارة بيدور على مية علشان يشرب سو، وبيقول له لتابو إن هو حتى لو كان جنبها ما كانش هيقدر يعمل لها حاجة. بعدها جورن بيتكلم مع تابو بيقول له إن الليل هيدخل عليهم والأسود ممكن تهجم عليهم بالليل وتاكلهم، وبيعرفوه إن ممكن يستخبوا جوه كابينة القيادة ويقفلوا على نفسهم، لكن المشكلة إن هم 4 أشخاص والكابينة ما بتاخدش غير 3، فبيقرروا إن الشخص الرابع يقعد طول الليل بره الكابينة ويعملوا قرعة بينهم علشان يعرفوا مين فيهم اللي هيحرسهم. وبيظهر إن تيلور هو اللي بيقوم بنوبة الحراسة، وبيكون تيلور خايف جدا ومرعوب وبيطلب من تابو إن هم ياخد مكانه، وبيقول له إن هو لما يرجع هيدفع له $1,000,000، فبيسخر منه تابو وبيرفض عرضه. وبالليل جورن بيطلب من تيلور إن هو يولع نار جنبه ويعرفوا إن طول ما هو جنب النار الأسود مش هتقرب منه. وبعدها بيدخل جورن وتاب وأندرو جوه كابينة القيادة وبيقفلوا على نفسهم، وفي نفس الوقت بيكون ماكس تايه في الطريق ومش عارف هو فين، وفجأة بيسمع صوت زئير الأسود فبيترعب وبيفضل يضرب نار بطريقة عشوائية لحد ما ذاكرته بتخلص. وبيسمع جورن واللي معاه صوت ضرب النار وبيعرفوا إن هو ماكس. وبعد ما صوت ضرب النار بيخلص بيسمعوا صوت زئير الأسود وبيعرفوا إن الأسود هاجمت على ماكس وأكلته. وبعد شوية وقت بيصحى جورن من نومه وبيخرج من الكابينة علشان يطمن على تايلور، وبيتفاجئ لما بيلاقيه نايم فبيصحيه وبيطلب منه ما ينامش ويخلي باله من النار عشان ما تتفيش. وفي اللحظة دي بتدخل أفعى سامة جوه كابينة القيادة من غير ما حد يحس بيها، وبعدها بيرجع جورن وبيدخل الكابينة وبيقفل باب الطيارة، وبيحاول تيلور إن هو يقوم من النوم لكنه ما بيقدرش من شدة التعب. ومش بيعدي وقت طويل والنار بتتفي وبتيجي الأسود وبتهجم على تيلور، وبيصحى جورن واللي معاه وهم مفزوعين بسبب صوت زئير الأسد وصراخ تيلور. وبيكون أندرو عاوز يخرج علشان ينقذ تيلور لكن بيمنعه تابو، وساعتها الأفعى بتلدغ تابو هو بيصرخ من شدة الألم، فبيتحرك أندرو بسرعة وبيموت الأفعى قبل ما تلدغ حد فيهم. وبعدها بيربط أندرو الرجل تابو بقوة وبيمسك سكينة وبيفتح رجل تابو وبيطلع منها الدم المسموم قبل ما ينتشر في جسمه كله ويموت. وتاني يوم بيصحى أندرو أول واحد وبيخرج من كابينة القيادة وبينهار لما بيشوف آثار دم تيلور في كل مكان، فبيروح لوحده تحت شجرة وهو حزين بسبب اللي بيحصل لهم. وبعدها بيصحى جيرون وبيصحي تابو من النوم وبيساعده وبيخرجه من الكابينة وبيصنع له عكاز من فرع الشجرة علشان يتسند عليه ويقدر يمشي. وبعدها بيقترح جورن على اندرو وتاب ان هم يمشوا في المكان وبيتحركوا في اتجاه القرية، ولكنه بيتفاجئ ان اندرو مش عاوز يروح معاهم وبيقول له ان هو هيفضل في المكان ده وهيستسلم لمصيره. وبيفشل كل محاولات جورن في اقناع اندرو ان هو يروح معاهم. في الاخر بيقرروا ان هم ياخدوا تابو معاه ويروحوا للقرية، ولكنهم بيتفاجئوا لما بيشوفوا عربية جاية ناحيتهم فبيفرحوا جدا وبيفضلوا يندهوا بصوت عالي علشان اللي في العربية يسمعوهم. وللاسف بيكون اللي في العربية عصابة اجرامية بتشتغل في التهريب، واول ما بينزلوا من العربية بيضربوهم وبيفتشوا حطام الطيارة على امل ان هم يلاقوا حاجة يسرقوها. والمفاجأة انهم بيلاقوا كمية كبيرة من قرون وحيد القرن واللي بيتم تهريبها من بلدهم، وساعتها بيعترفوا ان هم اللي بيهربوا قرون وحيد القرن وان تابو واندرو ملهمش اي علاقة بالموضوع. وبيظهر على تابو الغضب لان افراد العصابة مش عايزين ينقذوهم وكل اللي بيفكروا فيه الفلوس وبس، وبيضربوا واحد منهم بطلقة في دماغه وبيموته. وساعتها بيترعب جورن واندرو من اللي بيحصل وبيكونوا خايفين ان العصابة تقتلهم، وبيسيب معاهم 2 من رجالته وبيمشي من المكان. وبيفضل جورن واندرو قاعدين على ركابهم قدام رجالة العصابة وبيكونوا مستنيين لحد ما زعيم العصابة يرجع لهم من تاني. وبيمر وقت طويل وزعيم العصابة ما بيجيش لدرجة ان رجالة العصابة بيناموا، فبيستغل جورن الفرصة وبيقرب من واحد منهم علشان ياخد منه سلاحه، ولكن رجل العصابة بيحس بيه وبيصحى من نومه وبيكون على وشك ان هو يضربه بالنار. وبيتحرك جورن بسرعة وبيشتبك مع رجل العصابة في قتال عنيف، وبيصحى زميله على صوت وبيكونوا على وشك ان هم يقتلوا جورن، ولكن اندرو بيهجم عليه وبيمسك منه السلاح وبتخرج منه طلقة بالغلط وبيقتل زميله. وبعد اندرو بيسيطر على الراجل العصابة وبيقتله، وبيكون اندرو مصدوم من اللي حصل لان هو اتسبب في قتل انسان، فبيروح لجورن وبيقول له ان الوضع ده هم اللي اجبروا عليه وان هو لو ما قتلش راجل العصابة فرجل العصابة كان هيقتلهم هما الاتنين. وبيحاول جورن ان هو يقنع اندرو ان هو يكمل معاه لحد ما يوصلوا للقرية، وبيظهر ان اندرو اتصاب اثناء الخناقة في رجله علشان كده بيوافق ان هو يروح مع جورن. وبعدها بياخدوا جورن وبيساعدوا وبيمشوا سوا في اتجاه القرية وبيفضلوا ماشيين لمسافة طويلة، ولكن اندرو مش بيستحمل وبيقع على الارض من شدة التعب، فبيقع جورن جنبه وبيفضل يكلمه علشان ما يفقدش وعيه ويموت. وبيعرفوا ان هو قدامه مجموعة من الصخور ولازم يوصل
حواليها علشان يستريحوا، وفي نفس الوقت بيحموا نفسهم من الأسود اللي ممكن تهجم عليهم في أي وقت. فبيسمع أندرو كلامه وبيستحمل الألم والتعب وبيقوم لحد ما يكمل طريقهم، وبعد شوية وقت بيوصلوا عند الصخور، وبيحاول جورن إن هو يساعد أندرو علشان يتسلقوا الصخور. قبل ما يوصلوا للقمة أندرو بيفقد توازنه وبيقع من على الصخرة، وفي اللحظة دي جورن بيشوف 3 أسود جايين عليهم، وبيكونوا شامين ريحة الدم اللي أندرو بينزفه في الطريق، وبيقربوا منهم. فبينزل جورن لأندرو وبيفوق وبيمسكوا علشان يتسلقوا الصخور بسرعة قبل ما الأسود توصل لهم. واول ما بيطلعوا فوق الصخره بيتفاجئ جورن لما بيلاقي القريه، وفي الوقت ده اندرو بيكون في حاله لا واعي من شده التعب ومش بيكون مدرك اللي بيحصل حواليه. فبيقول له جورن ان هما لقوا القريه ومش فاضل غير ان الاسود تبعد عنهم، وبعدها بيكملوا في طريقهم وبيوصلوا للقريه بامان. وبيفضل جورن ساكت ومش بيتحرك وبيراقب الاسود لحد ما بيطمن ان هي بعدت عنهم، لكن بتحصل رياح شديده وبتخلي الاسود تشم ريحه الدم اللي بينزل من جروح اندرو. فبيلف واحد منهم وبيتحرك ناحيه اندرو، وبيظهر عقرب على جسم اندرو وما بيقدرش يتحرك وبيبعد عنه لان هو مش عاوز يلفت انتباه الاسد ليهم. وبيفضل يراقب العقرب وهو بيمشي على جسمه لحد ما بيقف على جسم اندرو وبيكون على وشك ان هو يلدعه. فبيضطر ساعتها اندرو ان هو يبعد العقرب علشان ينقذه من الموت. وفي الوقت ده بتقع صخره صغيره وبتعمل صوت وبيجذب انتباه الاسد، فبيحاول الاسد ان هو يتسلق الصخور علشان يوصل لجرون واندرو. فساعتها بيقرر ان هو يضحي بنفسه علشان اندرو يعيش، مع ان اندرو بيكلمه بيحاول يقنعه ان هو ما يعملش كده، ولكن جورن بيرفض يسمع كلامه وبيقف فوق الصخرة وبيصرخ بصوت عالي. وبعدها بينزل جورن وبيبعد عن الأسد من مكان أندرو، ولكنه مش بيقدر يبعد كتير لأن الأسد بيلحقه وبيهجم عليه وبياكله. وساعتها بيحزن أندرو بسبب موت جورن، وبعدها بيمشي في الصحراء وبيروح ناحية القرية. وفجأة بيظهر قدامه 2 من الضباع، فبيمسك أندرو وسط غصن شجر وبيقف قدامهم وبيقرر يدافع عن نفسه من شدة غضبه وبيجري ناحية الضباع علشان يضربهم. لكن فجأة بيحصل عاصفة وبتنزل صعقة من السماء، فالضباع بتخف وبتجري من المكان بسرعة وبتنزل المطر بعد ما وقع أندرو على الأرض وبيفقد وعيه. وبعد شوية وقت بيفوق أندرو وبيتخيل مراته سو وهي جاية عليه وبتفوقه، ولكن الحقيقة إن هي 2 من سكان القرية شافوه وراحوا له عشان ينقذوه، وبعدها بيسندوه وبياخدوه معاهم وبيروحوا بيه على القرية. وفيلمنا بيخلص لحد كده. ما تنساش لو الفيلم عجبك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الإشعارات عشان يوصلك كل جديد.